قال رحمه الله: باب في الصائم يدعى إلى وليمة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. قال هشام: والصلاة الدعاء. قال أبو داود: رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام. قال رحمه الله تعالى: باب في الصائم يدعى إلى وليمة. باب في الصائم يدعى إلى وليمة. أي ماذا يصنع؟ هل يجيب أو يعتذر بصيامه؟ ماذا يصنع إذا دعي إلى وليمة وهو صائم؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليوجب، يعني حتى وإن كان صائما، حتى وإن كان صائما. قال: إذا دعي أحدكم فليوجب، فإن كان مفطرا فليطعم، يعني إن كان غير صائم فليطعم، وإن كان صائما فليصل، يعني يدعو لصاحب الطعام صاحب الوليمة، يحضر ويدعو. قال: إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. قال هشام: والصلاة الدعاء، مثلها قوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن، يدعو لهم. نعم.